في فيديو قديم كده لمنى زكي، او مش قديم يعني بس من فتره طويله شويتين، كانت فيه بتتكلم على احساسها بالامان مع احمد حلمي. فكانت بصراحه بتجسد الامان بشكل كده يعني زي ما يكون عرض مسرحي بشكل جميل جدا. كانت بتقول الأمان بيجي لما انت تبقى قريب من حد، صمته مش هيقلقك، بعده مش هيخوفك، انه مفيش حاجة بتقلقك تجاهه. أمان أمان، كل حاجة أمان. كانت بتشاور كده فعلا كانها بتسد خانات الامان، كان الامان ده خانات بتتسد، وهي لما بتشعر بكل الخانات دي مسدوده بتبقى مرتاحه في الوجود وفي الغياب وفي الحضور وفي اي سياق انت حاسس بالامان. على قد بساطة الكلام وان هو سمعنا شبهه كتير، بس انا وقفت عنده شوية بصراحة لانه وداني لحتة مهمة جدا. وهي بتقول في كلامه انت حاسس بالامان، وفي غيابه في سكوته انت حاسس بالامان، وعند سكوته بقى لينا وقفة مهمة جدا. لو قلنا مجازا انه الناس اللي في علاقات حوالي 100,000، ده طبعا رقم كده بس للمثال، هنقول ان 95,000 منهم بيشعروا بالرعب لمجرد سكوت الطرف الثاني، مش غيابه، سكوته. لما بس بيسكت بيترعبوا. طب ما هو ده ليه معنى كبير، ان انت الطرف اللي معاك لو بس هو من الانواع الشخصيات اللي السكوت بالنسبه لها حل مرضي كده، ان هو يكيف افكاره ويظبطها، بالذات في عالم الرجاله السكوت ده عرف سائد يعني، انت بتحس بعدم الامان. طب ده بقى يودينا فين؟ يودينا طالما انت سكوتك كتير وده نوع شخصيتك، يا ريت بقى لما تتكلم تقول ضرر، لما تتكلم طمن بشكل كبير، سيب رصيد وقت كلامك يكفينا لما تكون ساكت. ويا ريت نتجنب الجمل بتاعت ما هو انا كده وانت عارفه، او انا كده وانت عارف، او هي في الغالب بصراحه بتكون بتتقال من الراجل انا كده وانت عارفه دي. فما اعرفش بصراحه، يمكن انا سمعت الفيديو ده كتير وكتير مننا سمعوه كتير، بس انا دايما كل ما بسمعه او بتكعبل فيه بتخبط في الكلمه دي وبقف عندها كتير. سكوته امان. هل احنا في علاقاتنا لما حد بيسكت بنكون حاسين بالامان ولا لا؟ بنكون حاسين ان هي دي يعني انترو بتاع فيلم رعب، احنا داخلين على فيلم رعب. اعتقد يعني ان الفيديو ده يخلينا نعيد تفكير انه الاشخاص اللي سكوتها بيسبب لنا رعب هو ده في حد ذاته مؤشر كبير ان احنا في عدم امان. من معالم الامان فعلا انه ايا كان وضع الشخص اللي قدامك ان انت تحس انك مطمن، مش حاسس ان انت اول ما هتدي ظهرك هيتغدر بيك فورا. فلو الكلام ده دلوقتي جه فرق معاك ده يبقى شيء كويس جدا، ونور لك لمبه ده يبقى شيء كويس جدا جدا. حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني، يا ريت جدا تبعت له الفيديو ده.